من ايام الحمله الفرنسيه، وبمفاجاه كبيره من المدير الفني مارسيل كولر بالدفع بيه كاساسي النهارده في اول مباراه ليه بعد الايقاف الطويل من ايام الحمله الفرنسيه. الفولت العالي محمود كهربا بيقود النادي الاهلي لفوز كبير على نادي سموحه بنتيجه 3-1 في نصف نهائي كاس مصر. 2 اسيست وهدف في اول مشاركه ليه محمود كهربا النهارده بيقدم اداء اكثر من رائع. اول اسيست النهارده في الدقيقه 8 لاحمد عبد القادر بيسجل الهدف الاول، والاسيست الثاني لحمدي فتحي بيسجل الهدف الثاني، ومحمود كهربا بيسجل الهدف الثالث باسيست من حسين الشحات، وهدف وحيد لنادي سموحه في الدقيقه بلس 91 عن طريق حسام حسن من ركله جزاء. قولوا لنا رايكم في اداء النادي الاهلي. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي التاهل لمباراه نهائي كاس مصر لملاقاه نادي بيراميدز. قولوا لنا رايكم في اداء النادي الاهلي النهارده واداء محمود كهربا اللي مفاجاه النهارده لكل الناس. اتمنى من اداره النادي الاهلي تتدخل وتحل معاه مشكله محمود كهربا. مستني رايكم.